السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بيوم جديد ومقطع جديد. مقطع اليوم نوعا ما عفوي. مقطع اليوم فيه بشوية بعض النقاط المفيدة. إذا حبيت تشاهد المقطع حياك الله على راسي وعيني، وما حبيت تسوي بلوك. لا أمزح معك، خله ممكن تستفيد منه. شاهد لآخر دقيقة أتستفيد. ندخل بالمقطع. يا جماعة الخير، نتكلم على بعض الموظفين لما يدخل الزبون عندهم أو يزوروا الزبون. بعضهم يعني ما يعاملكش كإنسان أو كبشر زيه، يعاملك كأما على شكلك كأما على بشرتك. شوف بقول لك حاجة، ما عليك من بشرته، ما عليك من شكله، ما عليك من أي بلد كان. هو زبون جاي يزورك وياخذ حاجته ويتكل على الله. فأنت خذ وأعطي معه كلمة كلمتين، بدل ما تلف له ظهرك ويقابلك بالوجه. أعوذ بالله حتى لو هو يشتري الشيء اللي عندك سيبك يمشي. المهم يا جماعة الخير، لما الزبون يزوركم يعني أعطيه وافتح له صدرك، يعني خلي قلبك وسيع، خلي قلبك وسيع. الدنيا وافي، أقسم بالله الدنيا وافي. شوف الزبون لما يجي يزورك ونوعا ما بعض الأحيان يكون الشيء اللي عندك ما عجبوش، بس مستحيل يخرج بدون ما ياخذه. أنت أخذت وأعطيت معه فجبدته كلامك زي الجاذبية. عندما تاخذ وتعطي مع الزبون وهذا كويس وهذا مش كويس، يعني الشيء اللي عندك أعطيه سلبياته قبل إيجابياته. لما ياخذه يقتنع وياخذه بالأخير، لأنك إيش أخذت وأعطيت. وبس كذا يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية المقطع. إن شاء الله المقطع اليوم عفوي وحبوه. إن شاء الله رسالة وصلت. في بعض النقاط، لو في بعض النقاط اكتبوا بالتعليقات، عدل بعض النقاط. طبعا يا جماعة الخير بدون أي إحساس، لا تتحسس منه ولا شيء. وسع صدرك، أنا كلامي عفوي وبس كذا. قدمت مع الله. السلام عليكم.